انا لحد دلوقتي مش قادر استوعب ان عروسه ليله فرحها حد يخطفها ويخطبها علشان بس يرضي غروره وشهوته. تحس ان احنا وصلنا لاخر الزمن والله العظيم، والناس ما بقاش عندها حاجه اسمها حلال وحرام الا من رحم ربي. طبعا في رساله مهمه جدا في الحكايه دي ضروري تفهمها علشان تبقى فاهم تفكير الشباب اللي مش كويس عامل ازاي، وتشوف بعينك الغرور ممكن يدمر صاحبه ازاي ويوديه في داهيه. ونصيحه، مهما ربنا يديك ما تجيش على بنات الناس، لان بنات الناس مش لعبه. يلا بينا نبدا الحكايه على طول، بس كالعاده ما تنساش تصلي على النبي، ولو حابب تعمل لايك واشتراك يا ريت، ولو حابب تشوف المحتوى الاول وبعدها تقرر تعمل ولا لا برضو تمام، وهفكرك في الاخر ان شاء الله. انا احمد حسني وده برنامج الحكايه من الاخر. اهلا بيكم. اللي في الصوره ده اسمه ضياء الليسي، شاب عنده 25 سنه وساكن في محافظه القاهره، تحديدا منطقه التجمع الخامس. ابو ضياء كان راجل اعمال غني جدا، وكان عنده كذا شركه لتصنيع وتصدير الملابس، وضياء كان شغال مع ابوه وماسك له الشركات دي. ولكن ضياء كان نسوانجي من الدرجه الاولى، بمعنى ان اي بنت بتشتغل معاه في الشركه كان بيحاول يزغلل عينيها بالفلوس علشان يعمل معاها حاجه مش كويسه. والمصيبه ان اي بنت بتبقى محترمه وبترفض تستجيب له كان ضياء بيعمل معاها كده بالعافيه او بيرفضها من الشركه خالص. وابوه كان بيتضايق منه بسبب الحاجات اللي بيعملها، بس ما كانش بيعرف يسيطر عليه ولا بيمشي عليه كلمه، لان ضياء كان بيبقى صايع من الدرجه الاولى ولافف كتير. وفي مره ضياء يشوف واحده اسمها نرمين كانت شغاله في المصنع عنده وعندها 30 سنه. ساعتها ضياء اول ما يشوف نرمين ويبدا يتكلم معاها ويشوف جسمها حلو ازاي في العبايه تبدا تعجبه جدا وتدخل دماغه، رغم انها اكبر منه ب5 سنين. ولكن ضياء ما كانش بيفرق معاه موضوع السن ده خالص، علشان كده ضياء حاول يغريها بالفلوس. ولكن نرمين بتبقى فاهمه نيته السوداء من اول لحظه، لانها هي كمان كانت لفه ودايره كتير وكانت متجوزه قبل كده واتطلقت، علشان كده هي بتفهم الاشكال دي وبتفهم تلمحاتهم وهي طايره. المهم ضياء فضل يحاول معاها كتير جدا، ولكن نرمين ما كانتش بتيجي معاه سكه، لحد ما ضياء زهق وقرر اللي ما يجيش بالذوق يجي بالعافيه. علشان كده خلى مديره المصنع اللي مسؤوله عن العماله تخلي نرمين تسهر في المصنع وقت اضافي، وبعدها ضياء خلى الامن يقفلوا باب المصنع ويمشوا كل العمال اللي موجودين علشان يستفرد بنرمين لوحده في المصنع. ونرمين اول ما تلاقي العمال بيمشوا ومفيش غيرها في المصنع تفهم ان في حاجه مش كويسه هتحصل، علشان كده تحاول تمشي هي كمان، ولكن امن المصنع بيمنعها. وفجاه يظهر ضياء ونرمين تبدا تفهم الليله كلها هتدور ازاي، ففضلت تصوت بصوت عالي على اساس حد يسمعها بره المصنع، ولكن محدش بيسمعها. وضياء يخلي الامن يكتفوها علشان يعتدي عليها براحته. ونرمين بتحاول تقاوم ضياء ولكن ما بتعرفش تقاومه وبيغتصبها، وبعد ما بياخد اللي هو عايزه منها فيقول لها انا بحبك وعملت كده علشان بحبك ونفسي فيكي، وانت كده كده مش بنت بنود، يعني مش هيفرق معاكي كتير، ولو فكرت تبلغي البوليس او اي حاجه هقول لهم ان ده كان بمزاجك ومش غصب عنك، فايه رايك نفضل اصحاب ونعمل اللي احنا عايزينه، وانا اي حاجه انت عايزاها هعملها لك، واي فلوس محتاجاها هديها لك، ومش هخليكي محتاجه اي حاجه خالص. ساعتها نرمين بتبقى منهاره من العياط ومش بترد عليه وبتسيبه وتمشي، وبعدها تفضل يومين قاعده في البيت مصدومه ومنهاره من العياط ومش عارفه هتتصرف ازاي، لحد ما تهدى وتبدا تفكر هتاخد حقها من ضياء ازاي. وقالت لنفسها انا لو رحت عملت فيه محضر انه اعتدى عليا ممكن يقول ان ده بمزاجي ويطلع منها زي الشعره من العجينه، ده غير انه معاه فلوس ومعاه نفوس كتير ممكن يعرف يخرج منها برضه. وساعتها نرمين تفضل محتاره ومنهاره جدا لحد ما تلاقي فكره هتخليها تنتقم من ضياء وتاخد حقها منه من غير ما تروح للبوليس ولا تبلغ عنه ولا اي حاجه. وصدق اللي قال ان كيدهن عظيم، علشان هتعمل حركه ما تجيش في بال ابليس نفسه. عايزكم تستمتعوا بالظبط اللي هتظبطها ضياء. المهم تاني يوم نرمين كلمت واحده صاحبتها اسمها ياسمين شغاله في شقق مفروشه شغل شمال يعني، وقالت لها انا عايزاكي في خدمه هتعملها لي، وبدات تشرح لها الموضوع كله من اوله لاخره، وقالت لها انا عايزاكي تاخدي اجازه اسبوع من شغلك وتروحي تشتغلي في المصنع ده وتشوفي ضياء هيعتدي عليكي ولا لا، بس عايزاكي تلبسي لبس ملفت وتحطي مكياج وريحه علشان ضياء يعجب بيكي بسرعه وتنجزي الحوار. ساعتها صاحبتها
صاحبتها ياسمين قالت لها برغم ان الوقت ده عندي شغل كتير، بس طالما الخدمه ليك انت شخصيه هعمل لك اللي انت عايزاه. وفعلا ياسمين تروح تقدم في المصنع وتتقبل وتشتغل فيه، وخلال يومين بالظبط ضياء يشوف ياسمين وتلفت انتباهه باللبس الضيق اللي هي كانت لابساه، فضياء راح وعكسها، فياسمين بدون تردد فضلت تدلع عليه، وضياء لقى ان ياسمين دي سهله وهتيجي معاه بسرعه، علشان كده تاني يوم كان واخدها في الشقه بتاعته وبيعمل معاها علاقه. المصيبه بقى ان ياسمين كانت فرحانه جدا، وبعد ما خرجت من عند ضياء اتصلت بصاحبتها نرمين وقالت لها انا كده عملت اللي عليا وزياده. ساعتها نرمين تفرح هي كمان وقالت لها اللي انت عملتيه ده جميل، عمري ما هنساهولك وهفضل فاكرهولك طول العمر. وبعدها ياسمين تقعد من المصنع وما تروحوش تاني وترجع لشغلها القديم، وضياء بعد كده يفضل يتصل بيها ولكن تليفونها بيبقى مقفول علشان رمت الخط، وهتفهم هم عملوا كده ليه كمان شويه ان شاء الله، بس اقسم بالله تفكير شيطاني. المهم وبعدها بشهر ضياء كان بيبقى عايش حياته طبيعي خالص، وفجأة يجيله صداع شديد ويبدأ يحس بإرهاق جامد في جسمه، وفضل قاعد يومين في البيت ومش بينزل خالص علشان البرد اللي عنده يخف، ولكن البرد مش بيخف من عنده وبيفضل الصداع والإرهاق موجودين. فضياء قرر ان هو يروح عند الدكتور ويكشف ويشوف عنده ايه. في الأول الدكتور قال له ان دولت شوية برد بس شداد شوية، فاداله علاج يمشي عليه وقال له لازم تستريح أسبوع في البيت. وفعلا ضياء يسمع كلام الدكتور ويقعد في البيت وما ينزلش خالص. بس المصيبه بقى ان كل ما الوقت يعدي حالته بتبقى صعبه جدا وشكله بدا يخس جامد، فراح للدكتور تاني وكشف عليه، وفي اللحظه دي الدكتور يشك في مرض معين، علشان كده الدكتور طلب منه تحليلات كتير علشان يطمن ان هو ما عندهوش اي مرض خبيث. وفعلا خلال فتره قصيره يطلع التحليلات اللي عملها وضياء يوريها للدكتور، واول ما يشوف التحليلات الدكتور يتصدم ويقول له التحليلات مبينه انك عندك اتش اي في. ضياء ساعتها ما يفهمش يعني ايه اتش اي في، بس يحس ان هو عنده مصيبه، فضياء يتعصب على الدكتور ويقول له ما تقول يا دكتور يعني ايه اتش اي في. الدكتور قال له يعني فيروس العوز المناعي البشري، وللاسف الفيروس ده اتحول لايدز. ساعتها ضياء يتصدم وما بيبقاش مصدق نفسه وقال للدكتور يعني انا كده هموت؟ قال له لا مش هتموت ولا حاجه، احنا هنعمل تحليل اسمه بي سي ار وهنشوف عدد الفيروسات عامله ازاي في جسمك، وبناء عليه هتاخد العلاج، بس هتفضل تاخد العلاج مدى الحياه، لان الفيروس ده مش هيخف خالص من عندك، لان العلاج بيقلل النشاط بتاع الفيروس بس ومش بيقضي عليه خالص. هو طبعا مفيش شماته في المرض، ولكن ربنا بيدي كل واحد على قد نيته، والمصيبه بقى ان هو مش هيهدى ويبدا يتقي ربنا، بالعكس هيفضل مكمل في الوحشه اللي هو فيها. المهم وبعدها نرمين تعرف من واحده صاحبتها شغاله في المصنع ان ضياء تعبان جدا وشكله خاسس جدا جدا ومش بيجي المصنع. ساعتها نرمين تفرح جدا انها اخدت حقها من ضياء من غير ما تتعب نفسها، علشان هي بتفكيرها الشيطاني كانت السبب في ان الفيروس ده يدخل جسم ضياء، لما خلت صاحبتها اللي اسمها ياسمين تروح المصنع وتعمل علاقه مع ضياء، لان ياسمين كانت بتبقى شغاله في شقه مفروشه وجالها المرض ده عن طريق الشغل الشمال. وبما ان نرمين كانت صاحبتها القريبه منها فياسمين كانت بتحكي لها على كل حاجه، علشان كده نرمين قررت ان ياسمين تروح لضياء وتخليه يعمل معاها علاقه علشان يتعدي منها ويجيله الايدز. عرفتوا ليه كنت بقول عليها ان تفكيرها شيطاني؟ وعلى فكره لسه ضياء هيعمل مصايب اكتر من كده بكتير. المهم ضياء لما يحس ان هو خلاص ممكن يموت في اي لحظه يبدا يقرب من ربنا ويصلي ويستغفر كتير ويبدا ياخد علاج وينتظم فيه يمكن ربنا يشفيه. وفعلا بعدها بشهر العلاج يبدا يجيب نتيجه مع ضياء ويحس ان جسمه رجع تاني طبيعي زي الاول والتعب اللي عنده بدا يروح. وهنا يا ريته ضياء يكمل على التوبه والطريق المستقيم اللي كان ماشي فيه، لا ده اول ما حس ان التعب بدا يروح ساب الصلاه ورجع تاني للحاجات اللي كان بيعملها في الاول، بس المره دي اي واحده كانت بتعمل معاه علاقه كانت بتتعدي منه على طول، وهو ما كانش معرف اي حد خالص ان هو عنده الايدز. ويفضل الحال ده مستمر كتير جدا. وبعدها بفتره كبيره كان في فرح لواحد صاحب ضياء في محافظه المنوفيه، وساعتها ضياء يروح يحضر الفرح ده وهناك يشوف واحده اسمها بسمه كانت صاحبه العروسه. ضياء ساعتها كان بيبقى نفسه ان هو يتعرف على واحده من الارياف من زمان، وبسمه كان في وشها براءه وجميله زياده عن اللزوم، علشان كده ضياء كان
هيتجنن عليها وعايز يكلمها. وفعلا حاول يكلمها كذا مره في الفرح، ولكن بسمه كانت بتصده ومش بتعبره، لدرجه ان بعد ما الفرح خلص وضياء راح على بيته فضل طول الليل يفكر فيها ومش عارف ينام، لانه نفسه في واحده زي دي من زمان. فاستنى اسبوع وكلم صاحبه اللي اتجوز وقال له انه يقول لمراته انه عايز رقم صاحبتها علشان عايز يخطبها ويتجوزها، ولكن صاحبتها ما بترضاش تديله رقم بسمه، بس اديته عنوانها علشان لو عايز يتقدم لها. وفعلا ضياء ياخد العنوان ويروح قدام البيت ويراقبها من بعيد لبعيد، وحاول يكلمها كذا مره لما كانت بتمشي بعيد عن البيت، ولكن بسمه بتبقى محترمه جدا ومش بترضى تكلمه. لحد ما في مره بسمه وقفت مع ضياء علشان تفهم منه في ايه، وتقول له مالك ماشي ورايا في كل حته بروحها كده. ضياء ساعتها قال لها انا عايز اخطبك واتجوزك لان اول ما شفتك انت عجبتيني جدا، وانا الحمد لله مبسوط جدا في المعيشه ومعايا فلوس كتير جدا وغني، يعني لو اتعرفنا على بعض كويس هاجي اتقدم لك واتجوزك على طول. بسمه اول ما تعرف انه غني تفرح جدا لانها هي نفسها تتجوز واحد غني وياخدها يعيشها في القاهره بعيد عن الارياف. علشان كده بسمه بدأت تقف وتتكلم معاه ويتعرفوا على بعض وتديله رقمها ويكلموا بعض في التليفون، ويفضل الحال ده مستمر اكتر من اسبوعين، لحد ما في مره ابن عم بسمه واللي بيبقى اسمه عطيه يشوفها واقفه مع ضياء، فراح واتخانق معاها وقال لها هو انت واقفه مع راجل غريب ليه؟ ساعتها ضياء اتعصب عليه وقال له انت مالك انت، ما تقف مع اللي هي عايزاه. وكلمه من هنا على كلمه من هنا ضياء وعطيه يبداوا يتخانقوا مع بعض، ولكن الناس تتدخل وتسلكهم من بعض. فعطيه ياخد بنت عمه بسمه ويمشي ويروحها على البيت، ولما يروحوا يقول لها انا بحبك من زمان، علشان كده لما شفتك واقفه مع راجل غريب غيرت عليكي، وانا دلوقتي هطلع اقول لابوكي ان عايز اخطبك واتجوزك بدل ما انت بتقابلي رجاله غريبه كده في الشارع. ساعتها بسمه تقول له انا مش عايز اتجوزك لاني بعتبرك زي اخويا. قال لها انا هتجوزك حتى لو غصب عنك، وهطلع اقول لعمي دلوقتي على اللي شفته وهتشوف هيعمل فيكي ايه. وفعلا عطيه يطلع يقول لابو بسمه ان بنته كانت واقفه مع راجل غريب وهو شافها واتخانق معاه واخد بسمه وجابها على البيت. ابو بسمه اول ما يسمع ان بنته بتقابل حد غريب يفضل يضرب فيها، وساعتها عطيه يقول له يا عمي انا قررت اتجوز بسمه، ايه رايك؟ ابو بسمه في ثانيه يوافق على ابن اخوه ويحددوا ميعاد الخطوبه كمان. فبسمه تنهار من العياط لانها بتبقى حبه ضياء وكانت عايزه تتجوزه، علشان كده اتصلت بضياء وقالت له ان هو لازم يجي يتقدم لها بكره علشان ابن عمها عايز يتجوزها وحدد ميعاد الخطوبه كمان. فضياء علشان مش بيحب حاجه تروح منه قرر ان هو يروح لبسمه ويتقدم لها رسمي. وتاني يوم لما ضياء يروح لابو بسمه ويطلب ايديها ساعتها ابو بسمه يرفض ويقول له بسمه مخطوبه لابن عمها، لا وكمان يطرد ضياء بره البيت. ضياء اول ما يسمع كده يحس ان ابو بسمه جه على كرامته، علشان كده فورا يكلم بسمه في التليفون ويقول لها انت ليا وانا والله العظيم ما هسيبك ولازم اتجوزك حتى لو هخطفك. ساعتها بسمه تفرح ان في حد متمسك بيها كده، علشان كده فضلت تتكلم معاه وعلاقتهم ما اتقطعتش حتى بعد ما اتخطبت لابن عمها، فضلت تتكلم مع ضياء في التليفون ويحبوا في بعض. والمصيبه بقى ان علاقتهم كانت بتتطور وبتوصل لكلام قبيح في التليفون، بالرغم انها مخطوبه بس كانت بتعاند مع عطيه ابن عمها علشان اخدها بالعافيه، وحاولت كتير تفسخ الخطوبه بتاعتها وتتخطب لضياء ولكن ما كانتش بتعرف تعمل كده. ويفضل الحال ده مستمر كده اكتر من 6 شهور لحد ما يقرب ميعاد الفرح بتاع بسمه وعطيه، وساعتها ضياء يقول لها انا والله العظيم ما هسيب حد ياخدك مني، ده انا بفكر في فرحك اخطفك واتجوزك انا، بس قولي لي هو انتوا بتكتبوا الكتاب قبل الفرح بمده ولا بتكتبوه في الفرح نفسه؟ بسمه ساعتها كانت فاكره ان ضياء بيهزر وما خدتش كلامه بجد، لان مستحيل حد يعمل كده او يفكر في كده اصلا، علشان كده قالت له لا احنا بنكتب الكتاب في الفرح نفسه وسط المعازيم علشان الاشهار. ولكن ضياء بيبقى واخد الموضوع بجد ومش بيهزر، علشان كده لما قابلها تاني مره اخد منها رقم عطيه من غير ما تعرف. وقبل الفرح باسبوع عطيه لقى واحد بيتصل بيه وبيقول له احنا مكتب تأجير عربيات وعرفنا ان حضرتك فرحك قريب، الكلام ده صح ولا غلط؟ عطيه يقول له ده انا فرح الاسبوع الجاي. قال له طب كويس جدا يا فندم، حضرتك كسبت معانا زفه مجاني بمناسبه جوازك. عطيه قال له معقول زفه تتكلف 3000 جنيه انت هتعملها لي مجاني؟ قال له والله العظيم يا فندم من غير ما تتكلف ولا مليم، بس انت هتدينا الميعاد اللي هتخرج منه العروسه من الكوافير وانت هتبقى موجود فين واحنا هنبعت لك عربيه بالسواق. ساعتها عطيه فرح جدا ان تكلفه عربيه الفرح اتشالت من عليه، وفعلا يوم الفرح السواق يتواصل مع عطيه ويتقابلوا ويروح هو والسواق علشان يجيب بسمه من الكوافير
وفعلا لما بسمة تخلص الكوافير تطلع تركب العربية هي وعطية، ويبدأ السواق يتحرك بالعربية، وفي نص الطريق السواق يقدم لهم هما الاتنين شوكولاتة، ولكن عطية يرفض ياخد منه الشوكولاتة. ولما السواق حلف عطية مرضاش يكسفه واخد منه 2 شوكولاتة، ادى واحدة لبسمة واخد هو واحدة. واول ما ياكلوا الشوكولاتة عطية وبسمة يناموا، وبعدها السواق يهرب من اصحاب عطية اللي كانوا ماشيين وراه بالعربيات ويطلع بيهم على الطريق الصحراوي بتاع اسكندرية. وساعتها السواق يرمي عطية في الصحراء وياخد بسمة في العربية وهي متبنجة ويمشي بيها يروح على القاهرة. واول ما بسمة تفوق وتفتح عينيها تلاقي نفسها في شقة غريبة، وتلاقي ضياء قدامها مبتسم ليها ويقول لها شفتي مش قلتلك انك مش هتبقي لحد غيري؟ ساعتها بسمة تتصدم وتفضل تصرخ في وشه وتقول له عملت كده ليه؟ ده انا كنت فاكره انك بتهزر، معرفش انك بتتكلم بجد، انا عايز امشي من هنا لحسن اوديك في داهيه. ضياء يضحك في وشها ويقول لها تمشي منين يا حلوه؟ يعني انا عملت كل ده علشان في الاخر تمشي؟ ده في المشمش، انت مش هتمشي من هنا غير لما اخد اللي انا عايزه منك. والمصيبه بقى ان بسبب رد فعل بسمه ضياء نسي يديها التطعيم بتاع الايدز علشان ما يتنقلهاش المرض هي كمان، واعتدى عليها من غير ما تاخد التطعيم، وبكده اتنقل لها المرض. وفي نفس الوقت اهل بسمه بيبلغوا البوليس ان بنتهم اتخطفت، وفعلا البوليس يتحرك بسرعه ويبدا يدور على بسمه وعطيه، ولكن مش بيلاقي ليهم اثر. وبعد شويه بيلاقوا عطيه راجع البيت وشكله متبهدل خالص، ولما سالوه فين بسمه حكى لهم على كل اللي حصل. فالبوليس يبدا يتحرك ويشوف العربيه اللي خطفت بسمه دي بتاعت مين، ولكن لما يراجعوا الكاميرات ويجيبوا نمره العربيه يلاقوا ان نمره العربيه ملعوب فيها ومش حقيقيه. وبعد بحث وتحريات كتير وصلت لاكتر من اسبوع البوليس ما يقدرش يتوصل للي خطف بسمه لان مفيش دليل واضح للي عمل كده. وعلى الناحية التانية ضياء بعد شهر لما اخد اللي هو عايزه من بسمة وبدأ يزهق منها سابها تروح وقال لها روحي لابوكي وامك طمنيهم عليكي وما ترجعيش هنا تاني لحد ما ابقى اجيلك. ساعتها بسمة اول ما تخرج من باب الشقة تطلع جري على البلد، وابوها وامها اول ما يشوفوها يتصدموا من شكلها لان شكلها كان باين عليه انها تعبانة جدا. ولما بدأت تحكي لهم على اللي حصل يتعصبوا جدا ويطلع على الاسم علشان يبلغ على ضياء. ولما يروح الاسم والظابط يعرف اللي كان خاطفها يطلع اذن نيابه فورا ويروح يقبض على ضياء في الشقه بتاعته. وفي التحقيق ضياء يعترف بكل حاجه عملها، ولما الضابط يساله انت عملت كده ليه؟ ضياء قال له انا بدافع عن حقي. الضابط قال له حقك ازاي يعني؟ قال له بسمه دي تبقى مراتي من شهرين، يعني قبل فرحها بشهر، وادي قسيمه الجواز تثبت كلامي ده ومتسجله في الشهر العقاري كمان. فرئيس المباحث لما يتاكد ان كل ورقه سليم 100% يفرج عنه لان مفيش تهمه على ضياء لان بسمه مراته قبل تاريخ الخطف. ساعتها ابوها وامها وعطيه اول ما يسمعوا ان ضياء خرج يتصدموا ازاي ده حصل، ولما يطلعوا على ورق القضيه يعرفوا ان بسمه كانت مراته قبل تاريخ الخطف. فابوها وامها يقولوا لبسمه هو ده حصل فعلا؟ بسمه ساعتها ترد عليهم وتقول لهم ان ده كان تحت التهديد، بس الكلام ده حصل بعد ما خطفني مش قبل زي ما هو بيقول. واتضح ان ضياء سجل قسيمه الجواز بتاريخ قديم علشان ما يبقاش عليه مسؤوليه قانونيه. وساعتها ابو بسمه بيحس ان هو اتفضح في المنطقه كلها وكل كوم، ولما بنته تعبت ووداها المستشفى وعرف انها عندها الايدز ده كوم تاني لانهم عرفوا ان ضياء عنده الايدز وهو اللي عداها لان محدش عمل كده غيره، والحاجه دي بتتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. فساعتها ابو بسمه قرر ان هو ينتقم من ضياء لانه فضحه وخرب حياه بنته. علشان كده ابو بسمه يعرف بيته فين ويروح يقابله، وفجاه يطلع السكينه من جنبه ويضربها في قلب ضياء، وفي لحظتها ضياء يقع على الارض يموت ويتقبض على ابو بسمه. ولحد دلوقتي لسه التحقيقات شغاله. برايكم ابو بسمه يستاهل يتحكم عليه بالاعدام ولا لا؟ مستني رايكم في الكومنتات. اللي في الصورة ده قرر ان هو يحط كاميرا في الشقة بتاعته لانه كان شاكك في مراته انها بتعمل حاجة غلط من وراه، وفعلا لما حط الكاميرا اكتشف مصيبة كبيرة وسر خطير. ولو كنت فاكر ان الموضوع بيقف عند الخيانة وكده تبقى غلطان، لان الموضوع اكبر من الخيانة بكتير. ايه اللي حصل بالظبط وازاي حامد هيتصرف مع المصيبة دي؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. صلى على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر.
اهلا بحضراتكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه جمال السيد عباس، عنده 50 سنة وساكن في الاقاليم. من النظرة الاولى هتحس ان جمال شهم وعنده نخوة وبيغير على اهل بيته، ولكن للاسف الحقيقة غير كده خالص، لانه قبل على بنته حاجات مستحيل اي حد يقبلها. وانا لحد دلوقتي هتجنن ومش عارف احدد هل اللي عمله ده صح ولا غلط، وهل فعلا هو ما عندهوش نخوة ولا عاقل زيادة عن اللزوم. المهم جمال لما كان عنده 25 سنة كان شغال هو واخوه بيزرعوا الارض الورث اللي ابوهم كان سايبها لهم، وكانوا عايشين هما الاتنين عيشة بسيطة خالص. بالبلدي كده كانوا بيصرفوا على نفسهم بالعافية ويعتبروا فقراء. علشان كده جمال كان بيفكر انه يبيع الارض الزراعية بتاعته هو واخوه والبيت الصغير اللي كانوا ساكنين فيه، وينقل حياته كلها للقاهرة ويتجوز ويستقر فيها، لانه كان بيسمع ان العيشة في المدينة احسن بكتير وفرص الشغل متوفرة والمرتبات حلوة. علشان كده كان بيزن على اخوه طه على اساس يبيعوا الارض بتاعتهم وينزلوا القاهرة، ولكن اخوه طه كان رافض الموضوع ده تماما، لانه ما كانش حابب يعيش في القاهرة وكان حابب البلد اللي هو عايش فيها. وبرغم ان طه كان اصغر من اخوه جمال ب3 سنين الا انه كان اعقل منه بكتير وما كانش بياخد قرارات بتهور زي جمال، وكانت شخصية طه قوية وكلمته هي اللي بتتسمع. ولكن على رأي المثل العربي اللي بيقول الزن على الودان أمر من السحر، للأسف بعد مدة طه بدأ يفكر في كلام أخوه ويقتنع إن العيشة في القاهرة أفضل من الأرياف، مع إن العكس والله العيشة في الأرياف مريحة جدا. تحية لأهلنا في الأرياف. المهم بعد تفكير كتير طه وجمال قرروا يبيعوا الأرض بتاعتهم والبيت الصغير وينزلوا القاهرة يتجوزوا ويستقروا هناك. وفعلا خلال وقت قصير جدا كانوا بايعين كل أملاكهم في البلد وبقى معاهم مبلغ محترم وكبير جدا. وساعتها جمال كان عايز يشتري بيت في القاهرة مكون من دورين وباقي الفلوس يفتح بيها مشروع خاص هو واخوه، ولكن اعترض وقال له لا، احنا هنشتري بيت وباقي المبلغ هنتجوز بيه انا وانت في البيت اللي هنشتريه علشان نستقر في حياتنا ونبقى نشتغل اي شغلانة عند اي حد لحد ما نجمع فلوس ونفتح مشروع. فجمال يوافق على كلام اخوه ويقتنع بيه، وفعلا هما الاتنين اشتروا بيت مكون من دورين وبدأوا يوضبوا فيه، وفي نفس الوقت كانوا بيدوروا على عرايس لحد ما في الاخر ربنا بيكرمهم هما الاتنين ببنتين ولاد حلال وبيتجوزوهم في البيت بتاعهم اللي كانوا موضبين. وجمال كان واخد الدور الاول وطه اخد الدور التاني، والحياة في الاول كانت مستقرة جدا معاهم لانهم كانوا بيصرفوا من الفلوس اللي فضلت من بيع الارض. وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة حوالي سنة لحد ما جمال يخلف بنت ويسميها منال. ساعتها جمال بالرغم ان هو كان فرحان ان اخيرا ربنا رزقه بخلفة الا انه كان زعلان برضه لانه كان نفسه يخلف ولد مش بنت، خصوصا ان في نفس الوقت ده اخوه طه ربنا رزقه خلف ولد وسماه زياد. ومن اللحظة دي كل واحد فيهم هيبدأ ينشغل بحياته الخاصة لأن المصاريف والمسؤوليات بدأت تزيد عليهم جدا، وفي نفس الوقت الفلوس اللي أخدوها من بيع الأرض صرفوها كلها وخلصت، ويوم ورا يوم الحياة كانت بتغلى عليهم لدرجة إن في أيام ما كانوش بياكلوا ولا يشربوا ورجعوا فقراء تاني زي الأول وأكتر. بس الفرق الوحيد ما بين زمان وما بين دلوقتي إن زمان كانوا عايشين بمفردهم، ولكن دلوقتي في رقبتهم زوجة وأولاد. علشان كده هما الاتنين كانوا بيشتغلوا بدل الشغلانة 2 و3 وبرضه ما كانوش بيكفوا المصاريف. بس في الاخر الدنيا كانت بتمشي وتعدي سنة ورا سنة وعيالهم كانوا بيكبروا لحد ما منال بنت جمال بقى عندها 10 سنين وزياد ابن طه كان قدها بالظبط. وبرغم ان سنهم كان صغير الا انهم كانوا بيحبوا بعض ومرتبطين، وفي نفس الوقت ما كانش فيه رقابة من الامهات لانهم كانوا شايفينهم عيال صغيرة لسه. علشان كده للأسف منال وزياد كانوا بيستكشفوا بعض، وطبعا انا مش هينفع اوضح بس اكيد حضراتكم فاهمين انا قصدي ايه. فنصيحة يا ريت الاولاد والبنات القرايب ما يلعبوش مع بعض لما يوصلوا للسن ده لانهم بيبقى عندهم فضول يعرفوا كل حاجة. اللهم بلغت اللهم فاشهد. المهم وفضل الحال ده مستمر مدة كبيرة ما بينهم لحد ما هما الاتنين يكبروا ويبقى عندهم 15 سنة. وللأسف ساعتها زياد ومنال كان حبهم بيزيد اكتر واكتر والموضوع اتحول ما بينهم من لعب عيال واستكشاف لحاجات تانية. والمصيبة ان الموضوع ده استمر ما بينهم مدة كبيرة حوالي 2 سنين ومحدش من الاهالي كان داري بأي حاجة.
لحد ما في مرة ام منال كانت خارجة تجيب حاجات من بره البيت، وطلبت من منال انها تيجي معاها لانها هتجيب حاجات كتير والشيلة هتبقى تقيلة، ولكن منال رفضت تروح معاها واتحججت بانها تعبانة ومش قادرة تخرج. فامها بتضطر تخرج لوحدها، وقالت لبنتها انها تتأخر شوية بره علشان ما تقلقش عليها. وفي نفس الوقت ده ام زياد كانت بتشتغل وكانت اغلب الوقت بره البيت، فزياد ومنال استغلوا الفرصة ان محدش موجود في البيت زي كل مرة وقعدوا مع بعض. ولكن المرة دي ام منال رجعت البيت بسرعة علشان كانت نسيت الفلوس اللي هتشتري بيها الحاجات، واول ما دخلت البيت اتفاجئت بالمنظر الزبالة اللي كان فيه بنتها وزياد. ساعتها ام منال ما كانتش مصدقة اللي شايفاه بعينيها، لدرجة ان من كتر الصدمة حاولت تكذب نفسها، ولكن ده كان امر واقع قدامها. علشان كده فضلت تصرخ وتهزق فيهم هما الاتنين، ومسكت بنتها فضلت تضرب فيها. وفي نفس الوقت اتصلت بابوها جمال علشان يجي يشوف المصيبة اللي حصلت دي، وكمان اتصلت بأم زياد وطه علشان يجوا برضو يشوفوا ابنهم عمل ايه. وساعتها زياد من كتر الخوف كان عايز يهرب من البيت، ولكن ام منال حبسته في الأوضة بالعافية لحد ما ابوه وامه يوصلوا. وفعلا خلال وقت قصير جدا طه وامه زياد يجوا، وام منال بدأت تحكي لهم على اللي حصل وشافته بعينيها. في الأول طه ما كانش مصدق اللي بتحكيه ام منال، ولكن لما اتأكد ان ده فعلا حصل دخل على ابنه زياد الأوضة اللي محبوس فيها وفضل يضرب فيه. وفي نفس الوقت جمال بيوصل البيت وبيبدأ يعلي صوته وكان عايز يتخانق مع زياد وطه، ولكن مراته بتهديه وبتقوله انهم لازم يقعدوا يشوفوا هيتصرفوا ازاي في المصيبة دي علشان الفضايح وكده، لان في الاول وفي الاخر دي بنت واي حاجة هتأثر على سمعتها مش هيبقى في مصلحتهم خالص. فجمال لما لقى ان مراته معاها حق بدأ يهدي نفسه بالعافية، وطلب من اخوه انه يبطل ضرب في زياد ويقعدوا مع بعض علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي في المصيبة دي. وفعلا كلهم بيقعدوا مع بعض علشان يتفاهموا. وساعتها جمال قال لطه اخوه ان زياد لازم يصلح غلطته ويتجوز منال ويكتب الكتاب دلوقتي. فطه من كتر الذهول اللي كان فيه ما اتكلمش بولا كلمة، وما كانش عارف يتصرف ازاي ولا يرد بايه، لان حالته المادية كانت على قده خالص ومش عارف هيجوز ابنه زياد دلوقتي ازاي ولا حتى بعدين. وفي نفس الوقت زياد كان يعتبر لسه سنه صغير على الجواز، وكمان مش دي الجوازة اللي بيتمناها لابنه زياد. علشان كده طه بعد تفكير كتير قال لاخوه جمال ان هما مش هينفعوا يتجوزوا دلوقتي خالص. فجمال اول ما سمع كده اتعصب جدا لانه حس ان طه اخوه بيتكلم ببرود. علشان كده جمال فضل يشتم فيه وكان هيمد ايده عليه ويضربه، ولكن الامهات بتتدخل وبيهدوا الدنيا وبيبعدوهم عن بعض وكل واحد بيروح لشقته. ومن اللحظة دي طه هيبدأ يعاند مع جمال. وعلى الناحية التانية جمال من كتر الغضب اللي هو فيه كان بيفكر يخلص على اخوه وابنه، وفضل الحال ده متوتر كده اكتر من اسبوعين. وجمال ما كانش عارف يتصرف ازاي ولا يعمل ايه بالظبط، لانه كان خايف لحسن الموضوع يتعرف وبنته تتفضح في المنطقة كلها ويبقى سيرتها على كل لسان. علشان كده لما لقى الموضوع متقفل خالص واخوه طه كل يوم بيعند اكتر واكتر، قرر ان هو يرفع قضية على ابن اخوه ويتهمه بانه اعتدى على بنته. وفعلا كان رايح يرفع القضية، ولكن على اخر لحظة مراته بتلحقه وقالت له انت لو رفعت قضية يبقى كده بتفضح بنتك بايدك ومش هتعرف تاخد حق ولا باطل، لان الواد ما اعتداش عليها والموضوع كان بمزاجها. وبعد كده ام منال قالت له انا عندي حل هيخلينا ما نبقاش تحت رحمة اخوك، وفي نفس الوقت بنتك مش هتتفضح وكأن مفيش حاجة حصلت من الاساس. فجمال قال لها ايه هو الحل؟ قالت له احنا نروح عند اي دكتور ونعمل لها عملية نرجعها بيها بنت من تاني، ولا من شاف ولا من دري. فجمال اول ما سمع كده زعق لمراته كان هيضربها، ولكن لما قعد مع نفسه وفكر في الموضوع من جميع النواحي لقى ان ده افضل حل علشان يطلع نفسه من المصيبة دي. علشان كده اتكلم مع مراته وقال لها ان هو موافق على موضوع العملية ده، بس المشكلة بالنسبة لهم كانوا مش عايزين يودوها لدكتور قريب من المنطقة بتاعتهم علشان ما تتفضحش. وفضلوا يدوروا في السر على دكتور يكون بيعمل العملية دي وفي نفس الوقت يكون بعيد عن المنطقة، لحد ما لقوا دكتور فاتح عيادة خاصة بيعمل الحاجات دي. ففورا راحوا واتكلموا معاه وفهموا منه ان العملية دي سهلة جدا ولكن بتتكلف فلوس كتير. فجمال اول ما سمع المبلغ قرر ان هو يصرف نظر عن
العملية دي خالص، ولكن مراته قالت له انها تتصرف وهتبيع ذهبها وهتبيع كذا حاجة من الشقة علشان يريحوا دماغهم خالص من الحوار ده. فجمال من كتر الحيرة وكثرة النفس اللي كان فيها ما كانش عارف ياخد قرار، علشان كده ساب مراته هي اللي تتصرف في حوار العملية دي. وفعلا خلال وقت قصير جدا منال تكون مظبطة كل حاجة، ومنال تعمل العملية وترجع بنت تاني. ومن اللحظة دي جمال حبس بنته في البيت وما كانش بيخليها تخرج بره باب الشقة، وكل شوية يضرب فيها ويعايرها بالموضوع اللي حصل ده. وفي نفس الوقت جمال كان معتبر أخوه طه هو العدو الأول وكان عايز يأذيه بأي طريقة، ولكن ما كانش عارف. وفضل الحال ده مستمر على الوضع ده مدة كبيرة حوالي 2 سنين، لحد ما في عريس اتقدم لمنال عن طريق واحدة جارتها معروف عنها إنها بتجيب عرسان وكده. ساعتها جمال وافق على طول من غير ما يشوف حتى العريس، لانه كان عايز يخلص من منال باي طريقه ومش عايز يشوفها قدامه. ولكن منال اول ما شافت العريس ما عجبهاش خالص لانه كان اكبر منها ب15 سنه، فقالت لابوها انها مش موافقه على الخطوبه ولا الجواز من الشخص ده. فابوها قال لها موافقه مش موافقه غصب عنك هتتجوزيه، يعني هتتجوزيه. وفعلا خلال وقت قصير جدا يتفقوا على كل حاجه وتتم الخطوبه ما بينهم. والعريس ده كان اسمه حامد عبد العظيم، وكان شغال فن شبكات وحالته الماديه كانت كويسة جدا، وكانت الشقة بتاعته جاهزة من مجاميعه. علشان كده وقت الخطوبة ما استمرش كتير وحددوا ميعاد للفرح على طول. وفي نفس الوقت ده منال كانت بتحاول تفركش الموضوع بأي طريقة ولكن معرفتش، وتتم الجوازة ما بين منال وحامد. وساعتها جمال ومراته كانوا خايفين جدا لحسن يحصل حاجة في أول ليلة، ولكن الدنيا عدت بسلامة وحامد محسش بأي حاجة. وفي أول الجواز منال كانت بتحاول تتأقلم على الوضع الجديد اللي هي فيه، وكانت بتمثل على حامد انها بتحبه، وكمان كانت بتسمع كلامه وبتعمل اي حاجة هو نفسه فيها. علشان كده الدنيا في الاول كانت مستقرة ما بينهم وما كانش بيحصل خناقات كتير. ولكن بعد فترة لما منال بقت حامل من حامد بدأ خلقها يبقى ضيق، وكان دايما بيحصل مشاكل ما بينهم. وفضل الحال ده مستمر فترة لحد ما منال ولدت وجابت ولد وسمته مروان. ومن اللحظة دي معاملة منال اتغيرت 180 درجة مع حامد، وبقت عصبية جدا وما كانتش طايقة نفسها ولا طايقة حامد، لأن مسؤولية ابنها كانت عاملة عليها ضغط كبير. ويوم ورا يوم المشاكل كانت بتزيد أكتر وأكتر، ومنال كانت بتكره حامد زيادة عن اللزوم. والمصيبة ان الموضوع مش بيقف على كده وبس، لا دي منال بدأت تفكر وتحن لأول حب بالنسبة لها اللي هو ابن عمها زياد. وللأسف من غير تفكير كتير منال ترجع تتواصل مع زياد في التليفون وتتكلم معاه، ومرة في مرة بدأوا يحبوا في بعض في التليفون. وفضل الحال ده مستمر فترة لحد ما زياد قال لمنال ان هو عايز يجي لها البيت بعد ما جوزها يمشي يروح الشغل. ساعتها منال رفضت لانها خافت لحسن يحصل زي اللي حصل المرة اللي فاتت، ولكن بعد كده الشيطان بدأ يلعب في دماغها. ولما لقت ان الدنيا امان وجوزها بيخرج مش بيرجع غير اخر النهار بدأت تفكر في موضوع زياد ده. وللأسف تفكيرها ده ما اخدش كتير، وخلال وقت قصير جدا كانت مظبطة كل حاجة وزياد بقى بيجي لها البيت. ويا ريت الموضوع يبقى مرة وبس، لا ده زياد كان بيروح لها كتير. وفضل الحال ده مستمر حوالي 2 شهر لحد ما جوزها حامد بدأ يشك فيها، لأن التعامل بتاعها كان متغير وكانت بتتعامل معاه ببرود زيادة عن اللزوم. علشان كده حامد قرر ان هو يحط كاميرا في الشقة بتاعته علشان يشوف مراته بتعمل ايه بالظبط من وراه. وبما انه هو فني شبكات فموضوع الكاميرات ده لعبته، وفعلا خلال وقت قصير جدا بيجيب كاميرا صغيرة ويحطها في الشقة من غير ما منال تحس. وبيستنى يوم والتاني وبعد كده بيكتشف ان منال بتجيب زياد ابن عمها البيت وبيعملوا حاجات محرمة. حامد اول ما شاف كده اعصابه باظت خالص وبسرعة روح البيت علشان يمسكهم متلبسين. ولكن عقبال ما روح زياد كان مشي من عند منال، فحامد اول ما دخل البيت وما لقاش زياد مسك منال وفضل يضرب فيها. في الاول منال فضلت تشتم فيه لانها ما كانتش فاهمة هو بيضربها ليه، ولكن لما وراها الفيديو بتاعها هي وزياد منال سكتت خالص وما كانتش عارفة ترد بأي حاجة. وفي نفس الوقت ده حامد كان مستمر في ضربها وكان عايز يعرف ايه اللي حصل بالظبط وازاي العلاقة بدأت ما بينهم. فمنال من كتر الخوف بدأت تحكي له على كل حاجة بصراحة من وهم صغيرين. فساعتها حامد كان هيتجنن من الكلام اللي بيسمعه وعرف ان هو اتغفل في الجوازة دي، علشان كده حبسها في الأوضة وبدأ يفكر هيعمل ايه في المصيبة دي. وبعد تفكير كتير دخل على منال الأوضة وكان عايز يخلص عليها، ولكن على آخر لحظة بيمسك أعصابه وقال لمنال انا لو خلصت عليكي دلوقتي مش هتسجن ولا هاخد يوم فيكي لان معايا
معايا فيديو يثبت انك كنت بتخونيني مع ابن عمك زياد، وانا بصراحة مش عايز اخلص عليكي وعايز اخلص على ابن عمك. منال استغربت من رد فعله وقالت له ازاي يعني؟ قال لها بكرة هتكلمي زياد وتخليه يجيلك البيت طبيعي خالص، وانا هدخل عليكي واخلص عليه وكأني بنتقم من شرفي. فمنال من كتر الرعب اللي كانت فيه لحسن حامد يخلص عليها وافقت انها تنفذ كلامه على طول من غير تفكير. وفي نفس الوقت ده برضه حامد مضاها بتنازل على جميع حقوقها. وتاني يوم منال اتصلت بزياد وخلته يجي ونفذت كلام حامد بالحرف. وفي اللحظة المناسبة حامد بلغ بوليس الأداب عليهم ومسكوهم متلبسين. وساعتها جمال أبو منال لما عرف اللي حصل دخل في غيبوبة لأن بنته كانت سيرتها على كل لسان في المنطقة. وبعد كده حامد فكر ينشر الفيديو على النت، ولكن رجع في كلامه على آخر لحظة علشان ما يتعرضش للمساءلة، وقال إنه كده طلع بأقل خسائر بدل ما كان يتهور ويخلص عليها ويروح في داهية. ومنال اصلا ما تستاهلش، ففضل ان هو ياخد الموضوع بالعقل علشان برضو ابنه مروان ما يتبهدلش. وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على منال وزياد ب2 سجن. ساعات كتير الصحاب بيبقى السبب في تدمير حياتنا، ولكن لما غدر الصحاب يوصل ان واحدة تبيع شرف صاحبتها علشان خاطر الفلوس، يبقى لازم ناخد بالنا كويس ونختار صحابنا صح. ازاي باعت شرف صاحبتها واخدت مقابل كام؟ كل ده هنعرفه خلال الحلقة ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة دي اسمها وفاء عبد العزيز، عندها 18 سنة ومن محافظة المنيا تحديدا منطقة بني مزار. وفاء كانت من عيلة بسيطة جدا وعلى قد حالها، وابوها وامها كانوا ناس طيبين جدا ومربينها احسن تربية. ووفاء كان حلم حياتها انها تجيب مجموع كبير جدا في الثانوية العامة علشان تدخل كلية الطب وتحقق حلم ابوها وحلمها وحلم امها. علشان كده وقت امتحانات الثانوية العامة وفاء كانت بتذاكر ليل ونهار ومفيش ثانية بتضيعها من غير مذاكرة. وابوها كان برضو بيشتغل ليل ونهار علشان يوفر لها فلوس الدروس. وفعلا وفاء تخش الامتحانات وتحل حلو في المواد كلها، وكانت متأكدة 100% انها هتجيب المجموع اللي هي عايزاه وتدخل كلية الطب. ولكن وقت ظهور النتيجة وفاء تتفاجئ انها جايبة مجموع اقل ما هي متوقعة بكتير، فتتصدم وفي نفس الوقت تنهار من العياط لانها كده مش هتعرف تدخل كلية الطب. فابوها وامها رغم ان هم كانوا زعلانين ان تعبهم كله راح على الفاضي، الا ان كانوا بيحاولوا يواسوا بنتهم وفاء ويقولوا لها مش مهم تجيبي مجموع كبير، اهم حاجة انك نجحتي. ساعتها وفاء تبدأ تهدى شوية وتبدأ تقدم في التنسيق علشان تشوف انسب كلية ليها ايه. وللأسف بعد ما قدمت وظهرت نتيجة التنسيق جالها كلية التجارة جامعة القاهرة. وانا هنا بقول للأسف لان هيحصل فيها حاجات محدش يتوقعها وهنعرفها كمان شوية ان شاء الله. المهم وفاء تتفاجئ ان جاي لها الكلية دي لان هي ساكنة في المنيا والكلية بتاعتها جايه لها في القاهرة. بس في نفس الوقت وفاء شافتها فرصة انها تنزل القاهرة وتشوف ناس جديدة. علشان كده ابوها وامها لما عرفوا قالوا لها لا مش هنسمح ليكي تعيشي في القاهرة لوحدك، وكانوا مصممين ان وفاء تنقل في جامعة المنيا. ولكن وفاء فضلت تتحايل عليهم وتقنع فيهم وتقول لهم ان جامعة القاهرة شهادتها احسن في الشغل. وبعد محايلة كتير جدا ابوها وامها يوافقوا انها تروح تدرس في القاهرة. وعلى فكرة ده اسوأ قرار اخدته في حياتها وهنفهم ليه كمان شوية ان شاء الله. المهم والدراسة تبدأ ووفاء تروح أول يوم الجامعة وتبدأ تتمشى في الكلية وتلاحظ إن الشباب والبنات مش محترمين خالص لأنهم بيهزروا مع بعض بالإيد عادي من غير أي حدود. ووفاء طبعا ما بتبقاش واخدة على الجو ده خالص لأنها متعودة على عدم الاختلاط ما بين الأولاد والبنات. علشان كده وفاء بتبقى مقررة إنها تبقى محترمة زي ما هي ومش هتتعرف غير على بنات وبس، وبتفضل
بتتمشى في الجامعة علشان تستكشف كل مكان فيها، ولكن كان بيقابلها مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لها طبعا، وهي ان كل ما تحب تتكلم مع واحدة وتتعرف عليها كانوا بيهزروا معاها وبيتريقوا عليها بسبب لهجتها الصعيدية. طبعا اللهجة الصعيدية دي شرف لأي حد والله، احلى تحية لأهل الصعيد. المهم علشان كده وفاء كانت متضايقة جدا ان البنات بتتريق عليها، لدرجة انها بدأت تكره الجامعة والدراسة كلها. علشان كده قررت انها تمشي وتسافر البلد وتمشي في اجراءات التحويل لجامعة المنيا، ولكن قبل ما تمشي قالت لنفسها انها تطلع المدرج تحضر المحاضرة وتشوف الدنيا ماشية ازاي. وساعتها بتقعد جنب 3 بنات شكلهم محترمين وبتبدأ تتكلم معاهم وتتعرف عليهم، ولقيتهم بيتكلموا معاها عادي من غير ما يتريقوا عليها ولا حاجة. والتلاتة دول بيبقى اساميهم علياء وغادة وفاطمة، وخلي بالك من علياء دي علشان هتعمل مصيبة كبيرة وهنعرفها كمان شوية ان شاء الله. المهم وفاء بتعرف ان هم مغتربين زيها من محافظات مختلفة، وانهم اتعرضوا برضو للتريقة بتاعت اللهجة دي، بس هم خدوا الموضوع بهزار وما زعلوش. وساعتها قالوا لها ان هم بيدوروا على شقة علشان يسكنوا فيها هم ال3، بدل ما يسافروا كل يوم ويفضلوا رايحين وجايين ويتبهدلوا في المواصلات. وعرضوا على وفاء انها ممكن تيجي تسكن معاهم بدل ما تتبهدل هي كمان في المواصلات. وفاء رفضت وقالت لهم انا كده كده مقررة ان انا مش هكمل في جامعة القاهرة وهنقل لجامعة المنيا. ساعتها ال3 بنات قعدوا يقنعوا فيها ويقولوا لها ان جامعة القاهرة احسن بكتير من اي جامعة تانية، وانها تجرب السنة دي لو ما ارتاحتش تبقى تنقل براحتها. وفاء تبدأ تقتنع بكلامهم وتقرر انها تكمل السنة دي في جامعة القاهرة. وبعد ما يحضروا المحاضرة يطلعوا من الجامعة هم ال4 ويبدأوا يدوروا على شقة علشان يأجروها ويسكنوا فيها. وبعد لف كتير لقوا شقة قريبة من الجامعة بس مساحتها صغيرة جدا، ولكن سعرها مناسب وأرخص من شقق كتير. بس كانت مشكلتها إنها في منطقة شعبية جدا وفي بيت سكني كمان، يعني مش منطقة مخصصة لسكان الطلاب، وبالذات لما يكونوا بنات لأن الدنيا ما كانتش أمان قوي. بس برغم كده أجروا الشقة هم ال4 بعد طبعا لما اتصلوا بأهاليهم وأخدوا رأيهم ووافقوا. وفعلا هم ال4 يقسموا تمن الإيجار عليهم ويدفعوه لصاحب الشقة ويبدأوا ينقلوا حاجتهم وملابسهم للسكن الجديد. ويوم ورا يوم هم ال4 علاقتهم بتبقى قوية جدا ببعض، وكانوا رايحين وجايين من الجامعة ومش بيسيبوا بعض أبدا. وبيفضل الحال ده مستمر كتير جدا لحد ما في مرة واحد اسمه فارس شاف وفاء وعجبته جدا. وفارس ده كان شخصية صايعة جدا وبيشرب جميع انواع المخدرات، وابوه كان مسافر بيشتغل في دولة الكويت وبيبعت فلوس كتير جدا لفارس ولامه. علشان كده فارس كان طالع بايظ لان امه ما عرفتش تربيه لوحدها. وساعتها فارس لما شاف وفاء واعجب بيها حاول يعكسها علشان تيجي معاه سكة، ولكن وفاء بتبقى محترمة جدا وبتطنشه ومش بترضى حتى تبصله. علشان كده فارس قرر ان هو يخش لها من سكة الاحترام وانه عاوز يرتبط بيها علشان بعد ما يخلصوا يبقى يتجوزوا. وساعتها فارس كلم علياء صاحبتها على اساس انها تكلم وفاء صاحبتها وتقنعها انها تمشي معاه، لدرجة ان فارس عرض على علياء فلوس مقابل انها تكلم له وفاء وتقنعها. والمصيبة بقى ان علياء رخصت من نفسها وقبلت الفلوس عادي، وفعلا حاولت تقنع وفاء انها تصاحب فارس وقالت لها ان هو شاب جدع، ولكن وفاء بترفض وقالت لعلياء انها عمرها ما تعمل كده ولا هتمشي مع حد. ولما فارس بيعرف كده بيقرر ان هو يمشي ورا وفاء ويرخم عليها ويلقح عليها بالكلام، لدرجة ان فارس حاول يلمسها ويتحرش بيها في الشارع. وفاء اول ما لقت ان الموضوع وصل للدرجة دي اتعصبت جدا عليه وقلعت الكوتشي اللي في رجليها وفضلت تضربه على وشه بالكوتشي، وفي نفس الوقت كانت بتصوت بأعلى صوت علشان الناس تتلم.
وفعلا الناس اتلمت، ولما عرفوا من وفاء ان فارس كان بيتحرش بيها مسكوه وضربوه جامد في وسط الشارع. وبعد كده الناس حاولت تنهي الموضوع وتمشي فارس بعد ما اتاكل علقه محترمه، لكن وفاء قالت لهم ما تمشيهوش، خليكوا ماسكينه، انا طلبت له البوليس والبوليس جاي دلوقتي. وبالمناسبه رقم الشرطه 122 علشان يعني لو حد اتعرض للتحرش. المهم وخلال وقت قصير جدا الشرطه تيجي وتقبض على فارس بتهمه التحرش، وساعتها فارس فضل يحلف ان هو ما جاش جنبها، وفي نفس الوقت يحاول يستسمح وفاء على اساس انها تتنازل عن المحضر، ولكن وفاء بتفضل مصممه انها تكمل المحضر للاخر. وساعتها فارس انكر كل الكلام اللي بتقوله وفاء ووصفها انها كدابه وبتتبلى عليه. فالشرطه لجأت للكاميرات اللي موجوده في المكان اللي حصل فيه التحرش علشان تعرف مين فيهم الكذاب، وفعلا يتضح ان فارس اتحرش بيها فعلا وهي كانت بتدافع عن نفسها. ففارس يتحول للنيابه العامه، وبعد تحقيقات كتير يتحكم على فارس ب6 شهور سجن. ساعتها وفاء بتفرح جدا انها اخدت حقها من المتحرش ده، واصحابها بقى بيحترموها اكتر من الاول بكتير لانها بقت في نظرهم واحده محترمه جدا ومش بتسيب حقها بسهوله. ولكن صاحبتها اللي اسمها علياء كانت متغاظه منها جدا، بس ما كانتش بتبين ده لوفاء، بالعكس دي كانت عامله نفسها انها بتحبها، ويفضل الحال ده مستمر لحد ما تيجي امتحانات اخر السنه ووفاء تبدا تخش الامتحانات وتحل كويس. وفي نفس الوقت ده كان فارس قدم طلب للسجن علشان يروح الجامعه يمتحن، وفعلا إدارة السجن توافق إنها تبعته الجامعة وهو متكلبش علشان يمتحن. وساعتها الجامعة كلها تشوف فارس وهو جاي في الكلبشات وبيبقى منظره وحش جدا، ومن ضمن الناس اللي شافته وفرحت فيه هي وفاء. ولما فارس عينه جت في عين وفاء كان واضح جدا إن وفاء شمتانة فيه، علشان كده فارس حلف ما بينه وما بين نفسه لما يطلع من السجن هينتقم منها، وبعدها تخلص الامتحان وتبان النتيجة ووفاء تنجح وتجيب تقدير جيد جدا، واصحابها اللي معاها في السكن برضه نجحوا، ولكن فارس يسقط ويعيد السنة لانه ما كانش عارف يحل في اي امتحانات، ويعدي الوقت واجازة الصيف تخلص والدراسة ترجع تبدأ من تاني. وفي نفس الوقت ده كان فارس قضى المدة بتاعته وخرج من السجن، واول حاجة عملها نقل نفسه من جامعة القاهرة لجامعة حلوان علشان مش هيعرف يستمر في جامعة القاهرة بسبب الفضيحة اللي اتفضحها وان كل الطلاب عارفين ان هو بقى رد سجون. وتاني حاجة فكر فيها ان ازاي ياخد حقه من وفاء وينتقم منها، علشان كده استنى حوالي يجي 3 شهور، وبعد كده راح واتكلم مع علياء وقال لها ان هو عايز ينتقم من وفاء بأي طريقة لانها هي السبب في اللي حصل له ده، وانه عايز يندمها على الشماتة اللي شافها في عينيها وقت ما كان جاي مقبوض عليه في الامتحانات. ساعتها علياء كانت متغاظة من وفاء وما كانش عندها اي مانع انها تساعده ان ينتقم منها، بس قالت انها لازم تستفاد ماديا وتاخد من فارس فلوس مقابل انها تسلم له وفاء. علشان كده قالت له بص يا فارس انا مش بعمل حاجة ببلاش، فانا عايزة مبلغ كذا علشان اقول لك كل حاجة عن وفاء واساعدك. ففارس قال لها اي حاجة هتطلبيها هديهالك، بس اهم حاجة انك تساعديني في اللي هقولك عليه. وبعدها قال لها انا سمعت ان انتوا الاربعة عايشين في شقة لوحدكم صح؟ علياء قالت له بس انا مش هقولك على مكانها غير لما اشوف فلوسك. ففارس قال لها مش ده اللي عايزك تساعديني فيه اصلا، لاني لو كنت عايز اعرف مكان الشقة كنت مشيت وراكوا وهعرف مكانها بسهولة. انا اللي عايزك فيه اكبر من كده بكتير، انا عايزك تهيئي لي الجو عندكم في الشقه على اساس اني ابقى انا ووفاء لوحدنا في الشقه. ساعتها علياء قالت له ازاي يعني هيئ لك الجو؟ قال لها في يوم كده عايزك تاخدي اصحابك وتخرجوا تروحوا في اي حته وتسيبوا وفاء لوحدها في الشقه، وتحاولي انت تبقى اخر واحده تنزلي وتنسي الباب مفتوح سنه صغيره على اساس اني اجي ازق الباب وادخل بكل سهوله من غير ما اعمل صوت، وانا اخش
واخش اعلمها الادب بطريقتي من غير ما حد يحس بحاجه. علياء اول ما تسمع كده تخاف وتقول له انا مش هعمل حاجه زي كده ابدا، لان ما اضمنش انت ممكن تعمل فيها ايه وانتوا لوحدكم، وفي الاول وفي الاخر انا بنت زيها، يعني اللي هعمله فيها دلوقتي ممكن يتعمل ويترد فيا بكره. انا فعلا بكرهها لانها مغروره، بس مش لدرجه ان اسلمها لك تستفرد بيها لوحدها، الله اعلم ممكن تعمل فيها ايه ولا ايه. فساعتها فارس حاول يطمنها وقال لها انا عمري ما هعمل حاجه وحشه فيها، انا بس هثبت لها ان سهل اوصل لها واستفرد بيها في اي وقت، وبعدين ده انا هديكي مبلغ كبير جدا اكتر من 50,000 جنيه. ساعتها على طول علياء قالت له موافقه بس بشرط احلف انك مش هتعمل فيها حاجه وحشه ولا هتغتصبها. ففارس قال لها والله العظيم مش هغتصبها ولا هاذيها، وبعد كده طلع من جيبه فلوس واداها لها وقال لها ده مبلغ بسيط وبكره هديكي باقي الفلوس اللي اتفقنا عليها. فعلياء قالت له خلاص متفقين، بكره اول ما اخد الفلوس هنبدا ننفذ على طول. وفعلا تاني يوم لما اخدت الفلوس اتفقوا انها يوم الجمعة الجاية هتاخد صحابها وتنزل تجيب لبس من العتبة، ووفاء كده كده ما بتحبش تنزل العتبة لانها زحمة، وهي نزلتها معانا قبل كده وحلفت انها مش هتنزلها تاني. ففارس قال لها خلاص ماشي متفقين، وعرف منها الميعاد اللي هينزلوا فيه، وفعلا يجي يوم الجمعة وعلياء تنزل هي واصحابها وتسيب الباب مفتوح سنة صغيرة على اساس ان الباب يبان مقفول ومحدش يلاحظ ان هو مفتوح خالص. وساعتها فارس لبس كمامة ونضارة شمس وكاب على اساس انه ما يتعرفش خالص، ويتسحب ويطلع للسكن اللي فيه وفاء ويلاقي باب الشقة موارب فعلا. فيدخل الشقة وبعدها يشوف وفاء وهي نايمة على السرير، فيطلع المخدر اللي كان معاه ويكتم نفسها بيه، ولما يتأكد انها فقدت الوعي خالص يبدأ يغتصبها، وبعد ما يخلص يتنكر تاني ويهرب قبل ما اي حد يشوفه. وساعتها لما اصحابها جم ودخلوا الشقة يتفاجئوا ان وفاء نايمة على السرير ومتبهدلة خالص، فيتصدموا ويحاولوا يفوقوها، ولكن تأثير البنج كان بيبقى لسه شغال. علياء ساعتها كانت بتفتكرها انها ماتت، فبتنهار من العياط لانها هي السبب في كل ده، ولكن ما بتقولش لحد خالص وبتعمل نفسها انها بتعيط على وفاء. وساعتها اصحابها بيتصلوا بالبوليس ويبلغوا على اللي حصل لوفاء، وخلال وقت قصير جدا البوليس يجي ويتحفظ على كل اللي في الشقة. ولكن البوليس لما يفحص الجثة يعرف ان وفاء مش ميتة وانها متخدرة، فيفوقوها بطريقتهم. ساعتها وفاء اول ما تشوف اللي حصل لها تفضل تعيط وتصوت، واصحابها يحاولوا يهدوها. ولما هديت البوليس بدأ يستفسر منها ايه اللي حصل، فحكت لهم وقالت لهم انها هي كانت نايمة واتفاجئت بحد بيحط حاجة على بقها ومناخيرها، ومن ساعتها ما درتش بنفسها غير دلوقتي. وفي نفس الوقت ده علياء كانت هتموت من الخوف علشان هي السبب في ده. فالبوليس بدأ يحقق في الموضوع، وفي نفس الوقت بحث عن اي كاميرا موجودة في الشارع علشان يشوف مين اللي عمل كده، ولكن للأسف ما كانش في حد مركب كاميرات خالص. ووفاء ساعتها ما كانتش عايزة تقول لابوها وامها اي حاجة علشان ما تشيلهمش هم زي ما عملت المرة اللي فاتت، ولكن صحابها ياخدوا رقم ابوها من وراها ويتصلوا بيه علشان يجي يقف جنب وفاء. ابوها اول ما يعرف كده يتصدم وما بيبقاش مصدق نفسه، وفورا يجي علشان يشوف بنته حصل لها ايه ويحضر معاها التحقيقات. واثناء التحقيقات والبحث البوليس يكتشف ان وفاء كانت رافعه قضيه على شخص اسمه فارس قبل كده، واتحكم في القضية دي ب6 شهور على فارس. ولما البوليس سأل وفاء عن فارس وانه ممكن يكون هو اللي عمل كده علشان ينتقم، فوفاء قالت لهم لا ما اعتقدش لانه نقل جامعة تانية ومش بشوفه خالص. ساعتها ابو وفاء لما يعرف ان كل ده حصل معاها من غير ما تعرفه يزعل جدا من وفاء. وفي نفس الوقت ده البوليس يعمل تحريات عن فارس ويعرف ان هو بتاع مخدرات واتمسك في كذا قضية قبل كده، فيتقبض عليه ويتحقق معاه. ولكن فارس ينكر اي حاجة، وفعلا ما بيبقاش في اي دليل على فارس ان هو اللي عمل كده. فساعتها رئيس المباحث يطلع ذكي جدا ويخلي الطب الشرعي ياخد مسحة من السائل اللي كان موجود في وفاء،
ويعمل تطابق حمض نووي ما بينها وما بين السائل بتاع فارس، وبعد ظهور النتيجة يتضح ان الحمض النووي متطابق، وبكده يتأكد ان فارس هو اللي اغتصب وفاء. وساعتها فارس لما يعرف نتيجة التحاليل ويتم الضغط عليه يعترف بكل حاجة عملها، وان علياء صاحبة وفاء هي اللي ساعدته في الموضوع ده واخدت منه 50,000 جنيه. ففورا يتقبض على علياء، وبعد مرافعات كتير يتحكم على فارس ب 15 سنة سجن، ويتحكم على علياء بسنتين. أول مرة في حياتي أصدق المثل اللي بيقول إن جواز القرايب نصايب، علشان المصيبة اللي حصلت في الحكاية دي محدش في الدنيا يتخيلها. ومين أصلا في الدنيا يصدق إن بسبب جوازة ملهاش أي 60 لازمة يطير فيها رقاب وناس تتقتل وناس تتسجن؟ الواحد مش لاقي حاجة يقولها غير حاجة واحدة بس، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا بينا ندوس في الأحداث، بس قبل ما نبدأ كالعادة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك واشتراك لو عجبك المحتوى. انا احمد حسني، وده برنامج الحكايه من الاخر. اهلا بحضراتكم. اللي في الصوره دي اسمها نوال ابراهيم عبد التواب، عندها 20 سنه ومن محافظه قنا، وفي سنه ثالثه كليه شريعه. واقل كلمه ممكن تتقال عليها انها شخصيه محترمه جدا ومتربيه، ومن صغرها وهي بتحب ابن عمها، وابن عمها هو كمان بيحبها. بس علاقتهم ببعض كانت كلها احترام متبادل، وبرغم الحب اللي كان بينهم الا ما كانش فيه تواصل ما بينهم كتير، ولا كانوا معرفين حد من العيله ان هم مرتبطين. وابن عمها ده كان اسمه توفيق محمد عبد التواب، وعنده 23 سنة ومعاه بكالوريوس تجارة، وكان فاتح بيزنس خاص بيه كان عبارة عن مكتب ملابس للاستيراد والتصدير. وكان حلم حياته ان هو يجيب شقة وشبكة ويروح لبنت عمه نوال علشان يخطبها. وساعتها نوال كانت بتعمل اللي عليها برضه، وكانت بترفض اي عريس يتقدم لها لانها كانت مستنية توفيق ابن عمها يجهز نفسه ويخطبها. وفعلا خلال سنة ونص ربنا يكرم توفيق ويعرف يبني الشقة ويجهزها. وبعدها على طول توفيق يتكلم مع ابوه وامه ويقول لهم انا قررت اني اخطب. ساعتها اهله بيفرحوا جدا ان توفيق فكر في الخطوه دي، ولكن لما توفيق قال لهم ان هو عايز يخطب نوال بنت عمه ابراهيم، ام فوزيه بتزعل جدا لانها ما كانتش بتحب ام نوال ولا بتحب نوال نفسها. ففوزيه تقول لابنها انا مش موافقه على الجوازه دي. فتوفيق حاول يفهم منها هي معترضه ليه او ايه اللي ما بينهم بالظبط، ولكن ام فوزية ما بترضاش تقول له على اي حاجة، وقالت له انت لو فكرت في الموضوع ده تاني انت ولا ابني ولا اعرفك. فتوفيق يتصدم من رد فعل امه ويحاول يتكلم مع ابوه محمد على اساس ان هو يتكلم مع امه ويقنعها، ولكن للاسف ابوه ما كانش بيبقى عنده شخصية قوية ولا كان ليه كلمة في البيت، وفوزية هي اللي كانت مسيطرة. وهي دي كانت اكبر مصيبة لانه قبل على نفسه حاجات مستحيل اي شخص طبيعي يقبلها، وهنعرفها كمان شوية ان شاء الله. المهم توفيق لما لقاها متعصبة جدا حاول يهدي الموضوع شوية لانه حس ان في حاجة كبيرة ما بينها وما بين ام نوال. وبعدها على طول اتواصل مع منال وقال لها على الموضوع اللي حصل ما بينه وما بين امه علشان تبقى فاهمة الموضوع كله ماشي ازاي. فساعتها نوال تزعل جدا لانها حست ان توفيق بيحور عليها، لان طول عمرها عارفة ان ابوها وامها مفيش مشاكل ما بينهم وما بين عمها محمد ولا مراته. فتقرر نوال انها تفاتح امها عفاف في الموضوع وتقول لها ان توفيق ابن عمها عايز يتقدم لها. فتتفاجئ نوال ان امها هي كمان بترفض الموضوع خالص، ولما حاولت تستفسر منها في ايه بالظبط امها تقول لها ان ام توفيق طول عمرها مغلولة منها علشان حصل موقف زمان وهي لحد دلوقتي شايلاه في قلبها. فنوال تستغرب وتقول لها هو ايه الموقف ده؟ ساعتها عفاف سكتت شوية بس قررت انها تقول لبنتها على كل حاجة علشان تبقى فاهمة الموضوع كله ماشي ازاي. وقالت لها انا ومرات عمك كنا اصحاب جدا في الثانوية وكان سرنا دايما مع بعض. وساعتها فوزية كانت بتحب واحد اسمه ابراهيم وكانت دايما بترمي نفسها عليه وبتلمح له انها بتحبه، ولكن هو ما كانش شايفها جميلة ولا كان معبرها خالص. ولكن زي ما بيقولوا كده الزن على الودان امر من السحر.
ابراهيم لما لقى واحده واقعه خالص قال يرتبط بيها واحسن من مفيش، وفضل مرتبط بيها لمده شهرين لحد ما ابراهيم شافني معاها واتعلق بيا انا، وعلى طول جه كلمني بس انا صديته علشان صاحبتي ما تزعلش، ولكن مره في مره لقيته بيبعد عنها وبيصدها. وفوزيه لما حست ان ابراهيم بيحبني ومعجب بيا جت واتخانقت معايا وهزقتني جامد قدام الناس، وساعتها حاولت افهمها ان مفيش حاجه ما بينا، بس هي بكل همجيه مرضتش تتفاهم معايا وسابتني ومشيت. ويعدي يوم والتاني واتفاجئ ان ابراهيم جاي يتقدم لي. بصراحه كنت متغاظه منها فوافقت عليه علشان اكيدها، واهو نصيبي كان ان اتجوزه واخلف منه 3 ولاد وبنت. ساعتها نوال كانت مصدومه من الكلام اللي بتسمعه من امها، وقالت لها طب ازاي اتجوزت عم محمد، وازاي عمي اصلا يقبل ان هو يتجوز واحده كانت ماشيه مع اخوه، وازاي اصلا ابويا ما يقولش لاخوه ان هو كان مرتبط بيها. امها عفاف قالت لها احنا اتفاجئنا ان عمك محمد عايز يخطبها لانها كانت ساكنه في الشارع اللي وراهم على طول، والله اعلم هي اللي رمت نفسها عليه ولا هو اللي شافها بالصدفه، بس ابوكي ساعتها عمل اللي عليه وحذره منها، ولكن عمك ما سمعش كلامه واتجوزها برضه. ومن ساعتها انا وابوكي قررنا ان احنا ننسى الموضوع ده خالص وما نفتحش السيره دي تاني. نوال قالت لها انا دلوقتي فهمت هي مغلوله منك قوي كده ليه، بس انا عايز اقول لك حاجه بصراحه، انا بحب توفيق من وانا صغيره، وانا لما صدقت ان هو خلص الشقه بتاعته وهيتقدم لي. فامها عفاف قالت لها انا مستحيل ادي الامان انك تعيشي مع واحده زي دي في بيت واحد، وانا على جثتي انك تتجوزي الواد ابن فوزيه ده، حتى لو بتحبيه وبتموتي فيه لازم تنسيه. فساعتها نوال تزعل جدا وتسيب امها وتدخل اوضتها تفضل تعيط. وعلى الناحيه التانيه توفيق كان دايما بيتحايل على ابوه وامه واخواته علشان يوافقوا على جوازه من نوال، بس كل ده بيبقى من غير فايده لان امه هي اللي كانت ممشيه البيت كله ومفيش كلمه غير كلمتها. اخر ما زهق توفيق قرر ان هو يروح يتكلم مع جده عبد التواب، يمكن ربنا يجعله السبب ان الجوازه دي تتم، خصوصا ان توفيق عارف ان محدش في العيله دي كلها يقدر يكسر لجده كلمه، وكله بيخاف منه وبيعمل له الف حساب حتى امه فوزيه. وفعلا توفيق يروح لجده ويقول له ان هو عايز يتجوز بنت عمه نوال، فجده عبد التواب يفرح جدا ويقول له كويس انك فكرت في الموضوع ده. فتوفيق يقول له بس في مشكله كبيره بتقابلنا، وهي ان امي فوزيه مش موافقه على الموضوع ومرات عمي برضو مش موافقه على الموضوع. ساعتها الحاج عبد التواب قال له ما تشيلش هم، انا هعرف امشي كلمتي عليهم ازاي، وانت من دلوقتي اعتبر نفسك انك خلاص خطبت نوال. وفي نفس الوقت الحاج عبد التواب يتصل بابنه محمد وابنه ابراهيم ويقول لهم انا عايزكم عندي بكره انتوا ومراتاتكم. وفعلا تاني يوم لما يروحوا للحاج عبد التواب يفضل يتكلم معاهم ويقنعهم بالذوق، ولكن فوزيه هي الوحيده اللي بتبقى معترضه. بس لما الحاج عبد التواب اتعصب عليها جامد خافت وحطت الجزمه في بقها وما اتكلمتش تاني. وفي نفس الوقت ده الحاج عبد التواب قال لحفيده توفيق خد بنت عمك نوال وانزل لاقرب محل ذهب وهات لها خاتم ذهب على حسابي وتعالى اخطبها. ساعتها توفيق ونوال يفرحوا جدا ويبوسوا ايده وينزلوا، وكل اللي كانوا موجودين محدش فيهم كان قادر يفتح بقه ولا يقول لا، علشان عارفين ان الحاج عبد التواب عصبي جدا واي حد هيتكلم ممكن يمنعه من الميراث. واوعى تفتكر ان الحاج عبد التواب كده بيعمل الصح، بالعكس ده بيرتكب اكبر غلطه في حق نوال وتوفيق، وهتفهموا ليه كمان شويه ان شاء الله. المهم وخلال ساعه بالظبط توفيق يكون جايب الخاتم لنوال وخاطبها، وكمان الحاج عبد التواب حدد ميعاد الجواز بعدها ب4 شهور، وقال لهم ان اي حاجه هتقف في جوازكم انا هكملها وهساعد فيها. ساعتها توفيق ما بيبقاش مصدق نفسه ان الموضوع اتسهل بالطريقه دي، وفعلا يعدي شهر والتاني وتوفيق ونوال حبهم كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله، لحد ما يقرب ميعاد الفرح وتوفيق يلاقي نفسه ان هو مزنوق في فلوس القاعه بتاعه الفرح، ولما حب يستلف من ابوه مرضاش يديله ولا جنيه، ولما لجأ لجد
جده عبد التواب قال له ما تقلقش انا هديك الفلوس اللي انت عايزها. وفعلا جده عبد التواب يديله الفلوس علشان يعمل الفرح وتتم الجوازه ما بين نوال وتوفيق. وبعد الفرح توفيق ياخد نوال ويروح يقضوا شهر العسل في شرم الشيخ، ولما يرجعوا القاهره يسكن في الشقه بتاعته اللي كانت في بيت العيله فوق شقه ام فوزيه على طول. ومن اول لحظه فوزيه تبدا تتلكك لنوال على اي حاجه بتعملها، ونوال كانت بتستحمل فوزيه علشان خاطر جوزها توفيق. وساعتها توفيق كان كل شويه بيرضي نوال وكان دايما بيقف في صفها، وخلال وقت قصير جدا نوال بتتعب جامد، ولما يودوها للدكتور وتعمل تحاليل تكتشف انها حامل. توفيق اول ما يسمع ان نوال حامل وهو يبقى اب يطير من الفرحه ويبقى هين عليه ان هو يشيل نوال فوق راسه. وفي نفس الوقت ده فوزيه بدل ما تهدى شويه وتفرح لابنها ان هو هيخلف، لا بالعكس بتفضل تحقد على نوال مرات ابنها ومش بتبقى طايقاها وبتعاملها وحش كمان. وللاسف نوال كانت كل مره بتستحمل وبتيجي على نفسها علشان خاطر جوزها توفيق وعلشان خاطر ابنها اللي جاي في السكه. وبيفضل الحال ده مستمر حوالي 9 شهور لحد ما نوال تولد وتجيب ولد وتسميه مروان. واللحظه اللي المفروض يفرحوا فيها ان في مولود جديد اتولد تتقلب عليهم بحزن، لانهم اكتشفوا ان الطفل المولود ده بيعاني من امراض وراثيه كتير. ولكن توفيق ونوال حمدوا ربنا على كل حاجة اداها لهم وحاولوا يتعايشوا مع الموضوع على قد ما يقدروا، لان تربية طفل عنده امراض وراثية بتبقى صعبة جدا. وفي نفس الوقت المعاملة بتاعت حماتها كانت مؤثرة عليها برضه، بس كانت بتيجي على نفسها وبتمشي الدنيا. ولكن بعد فترة بتعرف معلومة مهمة جدا، وهي ان المفروض اي 2 قرايب بيتجوزوا لازم يعملوا تحليل دم وراثية علشان يتأكدوا ان الطفل اللي هيجي ده هيبقى سليم ولا لا. ولما نوال اتكلمت مع توفيق وقالت له على موضوع التحليل ده طلع غبي وقال لها انا كنت عارف ان التحاليل دي مفروض تتعمل قبل الجواز، بس انا طنشت وقلت اكيد مش هتبقى مهمة، وده في الاول وفي الاخر اسمه ونصيب. نوال اول ما تسمع كده تتعصب عليه جدا وتقول له انت عبيط ازاي تستهتر بحاجة زي دي، ادينا ربنا رزقنا بطفل عنده مشاكل كتير. ومن اللحظة دي نوال تعتبر توفيق هو المسؤول على كل حاجة. والمصيبة بقى ان الطفل ده بعد فترة حوالي 9 شهور بدأ يتعب جامد، ولما راحوا المستشفى اكتشفوا ان هو عنده مرض ضمور العضلات الشوكي. في الاول توفيق ونوال ما كانوش فاهمين يعني ايه ضمور العضلات الشوكي، ولكن لما الدكتور بدأ يفهمهم اتصدموا لانهم عرفوا ان ابنهم مروان هيفضل طول حياته على كرسي بعجل، وده معناه ان هو هيبقى محتاج معاملة خاصة. نوال اول ما تسمع كده تفضل تتخانق مع توفيق وتقول له انت السبب، لو كنا عملنا التحاليل ما كناش هنجيب الطفل ده اصلا، ولا كان زمان اتجوزتك وطالع عينيا كده. ساعتها توفيق كان صابر عليها ومرضاش يرد بولا كلمه، وقال لنفسه اكيد هي اعصابها تعبانه بسبب الضغط اللي عليها. ولكن نوال فعلا كانت بدات تكره العيشه مع توفيق، لان ام توفيق برضه كانت مزهقاها في عيشتها وكانت بتعاملها وحش جدا. وفي نفس الوقت ده كانت بتسخن ابنها توفيق على نوال، وساعتها نوال طلبت الطلاق كذا مره ولكن توفيق ما كانش بيرضى يطلقها. ونوال ساعتها كانت بتطلب اخواتها الرجاله علشان يجوا يتخانقوا مع توفيق، ولكن كل مره كانوا بيزعقوا مع بعض وجدها عبد التواب بيتدخل في الاخر ويصالحهم على بعض. ويفضل الحال ده مستمر لمده 6 شهور لحد ما فجاه جدهم عبد التواب يموت. ومن اللحظه دي كل حاجه هتتغير، لان بعد ما الحاج عبد التواب مات فوزيه بدات تسخن توفيق جامد وما كانش هممها حد خالص ولا كانت بتخاف من حد. وجوزها محمد زي ما هو للاسف ملوش كلمه. وفي مره توفيق كان راجع متاخر من الشغل ونوال كانت تعبانه جدا بسبب ابنها مروان، وتوفيق برضه كان راجع من الشغل تعبان جدا لان كان في شويه مشاكل مع الجمارك وكان في بضاعه محجوز عليها. فلما نوال اتكلمت مع توفيق بعصبيه زي كل مره توفيق ما استحملش، وفي نفس الوقت افتكر كلام امه فوزيه، فتوفيق اتعصب عليها هو كمان، وكلمه من هنا على كلمه من هنا توفيق مسك نوال وضربها جامد لدرجه ان هو عورها في وشها. وفورا نوال تتصل بابوها وامها واخواتها ال3 علشان يجوا يجيبوا لها حقها. وفي نفس الوقت ده برضو كان في مشاكل ما بينهم بسبب الورث. فاول ما جم اخوات نوال دخلوا على توفيق وضربوه جامد لدرجه ان توفيق صرخ من كتر الضرب. ففوزيه واخواته ال3 اتخضوا جامد وطلعوا علشان يشوفوا فيه ايه، فلقوا ولاد عمهم ماسكين اخوهم توفيق وضاربينه جامد، فمسكوه
مسكوهم واتخانقوا معاهم، والموضوع اتطور جامد لدرجه ان هم كانوا بيتخانقوا بالسكاكين، وفي 2 من اخوات نوال ماتوا، واخو توفيق الصغير برضه مات. وفي اللحظه دي الجيران تتلم ويطلبوا البوليس فورا، والبوليس يجي ويقبض على اخو نوال واخو توفيق، وكمان قبضوا على توفيق نفسه بس دخلوه العنايه المركزه علشان كانت حالته خطيره. ولحد دلوقتي التحقيقات لسه شغاله. انا مش صعبان عليا في الحوار ده كله غير الطفل مروان اللي مش هيلاقي حد يراعيه. تفتكروا مين الغلطان في الحوار ده كله؟ مستني رايكم في الكومنتات ان شاء الله. وكالعاده في كلمتين مهمين جدا لازم تسمعوهم. جواز القرايب بيبقى فيه حساسيه كبيره جدا ما بين العيلتين، والكلام ده مش قاعده، يعني في جواز قرايب بينجح عادي، بس انا بتكلم على اغلبيه الجوازات اللي بتحصل، وكل ده كوم، والمشاكل الجينيه والوراثيه ده كوم تاني خالص. فالافضل بلاش جواز قرايب، علشان حتى لو حصل خلاف ما بينك وما بين شريك حياتك تعرف تنفصل عنه باحترام من غير ما يبقى فيه زعل ما بين الاخوات والقرايب. ربنا يسترها علينا جميعا ويبعد عننا خراب البيوت. قولوا امين. في النهايه ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو حابب تشوفني تاني، وان شاء الله اوعدك في حلقات جايه قويه جدا. اشوفكم على خير. سلام.